السلام عليكم، صلى على سيدنا محمد. وقبل ما نبدأ حاجة كده بسيطة هتعمل اللايك عشان هنتكلموا في موضوع بسيط جدا. شيكابالا دلوقتي بعد اللي ابراهيم سعيد عمله، وبعد ما ابراهيم سعيد قال عليه اللي هو مش أسطورة، بعد ما ابراهيم سعيد قال عليه ان هو لاعب عادي، بعد ما ابراهيم سعيد عليه قال ان شيكابالا بعد ما يخلص كورة ويعتزل مش هيلاقي شغل وهيقعد في البيت، وكان كل حلقاته بتتكلم عن ان شيكابالا لاعب عادي جدا، ان احنا مش عاملين ضجة عليه كده على الفاضي يا ابراهيم. شيكابالا محترم، شيكابالا خلوق، شيكابالا عمل مع الزمالك تاريخ، شيكابالا اسطورة. والاسطورة مش لازم ان انا اجيب لك بطولة والكلام ده، الاسطورة ان هي بني ادم حبك مش هيسيبك لحد ما اعتزل. شيكابالا هو الزمالك، عنده جمهوره، حاجة انا ما اختلفش عليها ولا حد يختلف عليها. بس انت طلعت هاجمت شيكابالا، اتكلمت عن شيكابالا بطريقة وحشة، تمام، عشان خاطر ترضي جمهور النادي الاهلي. شيكابالا ما بينه وما بين جمهور الاهلي كان في حساسية، بس الحساسية دي اتشالت خلاص، ناس بيحترموه وهو بيحترمه. انت بقى يعني حصل معاك بلاء، وطبعا لا اعتراض على البلاء، ده حاجة ربنا بيديها للبني ادم ولأي حد، اللهم لا شماتة. بس برضك شيكابالا وقف معاك في الموقف ده، ونزل بوست بين لك ان انت اصلا هو ما كانش شايفك، بس برضك وقف معاك، اتكلم عنك بطريقة حلوة. حتى احنا شايفين البوست الجميل اللي شيكابالا، ومحدش كان يتوقع ان شيكابالا، رغم اللي انت كنت بتقوله ان شيكابالا يعمل كده، بس شيكابالا شخصية محترمة في الملعب وبره الملعب. شيكابالا لا خلاف عليه. يبقى انت اللي انت كنت بتتكلم عليه عن شيكابالا هو محاه. لو انت كنت بني ادم مريض، تمام، فده حاجة عادية وليس على المريض حرج. بس انت كنت في كامل قواك العقلية، كان اكل عيشك على قفا شيكابالا وكلامك على شيكابالا. لكن دلوقتي شيكابالا اكيد غير الموضوع معاه خالص. راجل قالك لازم نقف معاه، وان انت لاعب مصري ولاعب منتخب مصر ولاعب كبير، دفاعيا لاعب كبير، كلام طالع من انسان كبير. فاللهم شماتة وربنا يا رب يفك الضيقة بتاعتك ويعديها على خير. بس لازم تعرف ان شيكابالا مش بني ادم وحش. طلع بس اقول لك كده.